مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من وسط الدايره. في البدايه بحب ارحب بزميلي احمد. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا اسماء، ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج وسط الدايره. في البدايه نبدا بجوله سريعه لاهم الاخبار حول العالم. 100 مقاتل من حركه حماس محاصرون في انفاق غزه ويهددون بوقف الهدنه. رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا يقضي بتامين ممر امن مقابل تسليم الاسلحه، فيما تعتبر إدارة ترامب الموقف اختباراً لمبادرات نزع السلاح الأوسع في المنطقة. بوتين وشي يوقعان اتفاقاً استثمارياً جديداً مع تقدم روسيا في التكنولوجيا النووية. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفاقاً ضخماً لتعزيز الاستثمارات المشتركة، بينما أعلنت موسكو عن تطورات متقدمة في مجال الطاقة النووية المدنية والعسكرية. الناتو ينشر منظومة دفاع بالذكاء الاصطناعي على الجبهة الشرقية. أعلن الحلف عن نشر منظومة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد وتحييد الطائرات المسيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية ضد التهديدات الروسية المتزايدة قرب الحدود الأوروبية الشرقية. بوتين يأمر بإعداد مقترحات لاختبارات نووية جديدة. أصدر الكرملين توجيهات بوضع خطة لإجراء اختبارات نووية مستقبلية، وذلك بعد إعلان ترامب نية الولايات المتحدة استئناف التجارب وسط غموض حول نطاق تلك الاختبارات الأمريكية. صور أقمار صناعية تكشف عن مقابر جماعية جديدة في السودان. كشفت تقارير أممية عن وجود مقابر جماعية في مدينة الفاشر شمال دارفور، وسط تحذيرات من تصاعد الأزمة الإنسانية والمجاعة في مناطق النزاع. تتعهد كوريا الشمالية بالرد على العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. نددت بيونغ يانغ بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 8 أفراد وكيانين مرتبطين بعمليات غسيل أموال من عائدات سرقات إلكترونية بلغت قيمتها 3 مليارات دولار. الأسواق العالمية تهوى بسبب مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي. شهدت الأسواق عمليات بيع ضخمة قادها المستثمر مايكل بيري، ما أدى إلى خسائر تجاوزت 500 مليار دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى بعد رهانات ضد شركتي نيفيديا وبالانتير. ألمانيا تفرض غرامة قياسية على بنك جي بي مورغان بقيمة 45 مليون يورو. أعلنت السلطات المالية الألمانية فرض الغرامة بسبب إخفاقات متكررة في أنظمة الامتثال ومكافحة غسيل الأموال لدى البنك الأمريكي. البنك الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفض الفائدة في شهر ديسمبر. حذر رئيس البنك جيروم باول من أن خفض أسعار الفائدة غير مضمون حاليا وسط انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقف بعض البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي. انخفاض إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 27% خلال شهر أكتوبر. جاء الانخفاض نتيجة تراجع الأسعار العالمية وزيادة الخصومات على النفط الروسي الموجهة إلى آسيا، مما أدى إلى تقلص العائدات الحكومية. المملكة العربية السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في شهر ديسمبر. خفضت شركة أرامكو سعر خام العربي الخفيف بمقدار $1.20 للبرميل استجابة لتخمة الإمدادات العالمية ومخاوف تباطؤ الطلب. بنك HSBC مصر يعقد منتدى اقتصاديا لتعزيز التعاون التجاري مع الصين. استضاف البنك أكثر من 100 شركة وشريك في فعالية ركزت على فرص الاستثمار الصناعي والتكنولوجي، مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفقرة الإخبارية. نروح لفاصل سريع ونرجع تاني. اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام، بجدد التحيه بيكم مره تانية. الناس اليومين دول ما بقتش عارفه تنام من القلق، كل يوم بنصحى على موجه غلاء جديده، والسؤال التقليدي بتاع كل يوم: الاسعار هتثبت ولا في موجه غلاء تانية؟ الناس اتقسمت نوعين: نوع بيجري يشتري قبل ما الحاجه تغلى، والنوع اللي بيسحب كل فلوسه ويحولها لذهب او دولار. بس للاسف قليل مننا اللي بيقف ويسال هو ليه بيحصل كده. الحقيقة إننا بنتصرف كرد فعل وبخوف مش بمعلومة.
المشكله مش في ارتفاع او نزول سعر الدولار، المشكله اننا بننسى ان مش كل حركه في السوق معناها غلاء فوري، ولا كل نزول بسيط معناه ان الازمه انتهت. في مؤشرات بتقول امتى السوق بيهدى وامتى فعلا ممكن نشوف استقرار، بس محدش بيشرحها لينا ببساطه وبوضوح. علشان كده حلقة النهاردة هي وصفة لكل مواطن، مش حلقة أرقام، لا هي عن تصرفاتنا إحنا. إزاي نحافظ على فلوسنا، إيه المكان الصح اللي نحط فلوسنا فيه، إمتى الوقت المناسب اللي نشتري فيه، إمتى نبيع وإمتى نستنى. ضيفنا النهارده هيشرح لينا بطريقه بسيطه ونفهمها ايه اللي بيحصل فعلا في السوق، وازاي المواطن العادي يقدر يتخلص من القلق ويحمي نفسه ويفكر بعقل مش بخوف. معانا دكتور ماجد عبد العظيم، استاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار. اهلا بيك يا دكتور ماجد. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا استاذه اسماء، تحياتي لحضراتكم والساده المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. في البدايه كده يا دكتور، الدولار لما سعره بيتغير دايما بنلاقي في سلعه بتتاثر بسرعه، فعايزين نعرف مثلا لو في مثال على سلعه زي سلعه استراتيجيه او سلعه مستورده، لو الدولار مثلا زاد بنسبه زي 10% مثلا، هيتاثر سلع زي القمح او الموبايلات ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم على المقدمه الجميله اللي عملتوها، لان فعلا ارتفاع الاسعار بينعكس على الدخل، يعني بياكل جزء كبير من الدخل، وبالتالي لما الدولار بيرتفع اللي بيحصل ان في جزء كبير من مكونات الاقتصاد عندنا مستورد، اما آلات او معدات او مواد خام، وبالتالي ده بينعكس على تكلفه المنتج النهائي، بمعنى ان المستهلك بيدفع الثمن بتاع زيادة السعر، لأن المنتج عنده هامش ربح هياخده، فبالتالي عبء الزيادة بينتقل للمستهلك النهائي. حقيقة اللي بيحصل في موجة تضخم عالمية بينعكس أثاره علينا هنا في مصر، لأن العالم بقى يعني زي القرية الصغيرة، اللي بيحصل بره بيأثر جوه. ولكن اللي علشان نقول تأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسعار بصفة عامة، أكيد بتزيد عشان زي ما قلت المكونات المستوردة أو الآلات والمعدات. المهم إحنا إزاي نواجه ده أو إزاي نتصرف في ده، لأن هو مادام في موجة تضخم عالمية يبقى الزيادة جاية، وبالتالي هنا الدولة، نقول دور الدولة ودور الفرد. دور الدولة هو كبح جماح التضخم من خلال استخدام أدوات اسمها السياسة المالية والسياسة النقدية، اللي هي سياسة نقدية سعر صرف وسعر فايدة، وسياسة مالية ضرائب وإنفاق حكومي. ده دور الدولة. طيب كويس جدا، دور الدولة عملته في استقرار سعر الصرف، بل وانخفاض سعر الصرف. احنا شفنا الدولار بدأ ينزل عن سعره اللي كان. كمان في مشكلة زمان ان في سعرين، سعر سوق سوداء وسعر رسمي حقيقي. ما بقاش موجود. كمان ده دور الدولة. خلاص هنقول دور الفرد ايه عشان نقول احنا نعمل ايه في مواجهة هذه الموجة التضخمية. اولا ترشيد الاستهلاك، ثانيا الاستغناء عن الاشياء الغير ضرورية بشكل كبير، يعني ارتب اولوياتي الاهم ثم الذي يليه في الاهمية. واحد. اتنين، اشوف الاماكن اللي بتبيع السلع في حاجة اسمها المنافسة. يعني لو اتكلمنا عن السوبر ماركتات والهايبر ماركتات الضخمة، هنلاقي فيه بدون ذكر اسماء، هنلاقي فيه هايبر ماركت كبير معروف وهايبر ماركت كبير معروف، بس ده سعره غالي وده سعره رخيص. طب ما انا اروح اشتري المنتج من السعر الرخيص، اشتري في العروض. بنتكلم بقى عن السلع الاستراتيجيه والسلع الغذائيه اللي مش هقدر اقول ان انا هستغنى عنها، مش هقدر استغنى عن الاكل والشرب، لكن ممكن ارتب الاولويات. في حاجه اسمها السلع البديله والسلع المكمله. طب اللحمه غليت، مالها الفراخ؟ طب الفراخ غليت، ماله السمك؟ طب ماله الفول؟ ما هو بروتين نباتي برضه يعني. فانا اقصد اقول لحضراتكم ان احنا دورنا بقى كمواطنين ان احنا نرشد الاستهلاك اولا، ثانيا ان احنا نشوف الاولويات، ثالثا ان احنا نشوف العروض والخصومات اللي تمنحها المحلات. وخلي بال حضرتك في حاجات اسعار سلع نزلت. طب نتكلم عن السيارات، سوق السيارات نزل ولا غلي؟ الاسعار نزلت شويه الفتره ولا زالت بتنزل. الهروله بقى، المشكله في نقطه برضو حضرتك اثرتها في المقدمه وحضرتك، الهروله ان احنا بنجري نشتري. في قاعده في الاقتصاد بتقول العرض والطلب، كل ما زاد الطلب على سلعه ما كل ما زاد سعر السلعه، مع افتراض ثبات العوامل الاخرى على حل. طيب ما هو لما انا اجري اشتري وحضرتك تجري تشتري، خلقنا طلب زياده، وبالتالي السلوك الاستهلاكي احنا كشعب مصري بالذات يعني وعربي عامه عندنا حاجه اسمها الميل الحدي للاستهلاك عاليه، وبنحب ناكل كتير، وبالتالي بنقبل على شراء السلع احيانا
بزياده مفرطه. تيجي تقول لي طب انا لازم اشتري، او انا كست بيت لازم ما اشتري. بقوش بياكلوا كتير دلوقتي يا دكتور. نعم، لان قالوا لي غصب عنهم. لا حضرتك عامله دايت، انت مش بتاكلي كتير. الفكره ان الناس بتجري تشتري خوفا من الزياده، ما انا برضو في مبرر، خايفه من الزياده اللي جايه، فبيخلق طلب زايد، عشان كده بترتفع الاسعار. طب دي يمكن سلبيات. هل في قطاعات بيبقى من مصلحتها ان الدولار يغلى؟ بص حضرتك، لو اتكلمنا عن قطاعات، يعني في انتاج سواء انتاج سلعي او انتاج خدمي، وبالتالي المنتج بصفه عامه من مصلحته ان ربحه يزيد. في جزء اسمه جشع التجار، طمع التجار. انا بفضل ان لما يبقى في حاجه مخالفه او سلعه مش مظبوطه او مواصفات مش مظبوطه او سعر مبالغ فيه بدون مبرر، في جهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك. دكتور، هو الجشع هو الاساس. الجشع هو الاساس طبعا، وتحبون المال حبا جما، ده ربنا سبحانه وعدم وتعالى اللي تسعير المنتج يا دكتور. نعم؟ وعدم تسعير المنتج. بصي حضرتك، يعني في ظل حريه السوق والعرض والطلب صعب ان انا احط سلع جبريه لكل حاجه. في ناس بتطالب الدوله انها تعمل سلع جبريه لكل حاجه، اسعار جبريه، تسعير. في حاجات صعب جدا اسعارها، يعني طب اقول احد حاجات الانسان الاساسيه، مأكل مشرب ملبس مسكن، هل ينفع ان الدوله تقول سعر العقار ما يزيدش عن كذا؟ طب ما اسعار العقارات عماله تزيد. لا بس حتى المأكل بيبقى ليها اليات ثانيه، يعني بيبقى فيها اليات ثانيه. المأكل طبعا حضرتك، ما انا قلت عشان في جزء مستورد، يعني في منتجات غذائيه يا اما هي مستورده، يا اما الالات والمعدات والمكن اللي بيعملها او يصنعها مستورد، فبتنتقل التضخم العالمي بينتقل الى يعمل تضخم محلي. هو يعني ايه التضخم حضراتكم ببساطه؟ التضخم هو انخفاض القوه الشرائيه للنقود، يعني قيمه الجنيه بتقل، وبالتالي السلعه اللي كنت بشتريها بقرش بقيت بشتريها بقرشين، بجنيه باتنين، فالقدرات الماليه ليا كفرد بتنخفض مع ارتفاع الاسعار. البنزين بقى يا دكتور، البنزين مولعها. البنزين الدولار يغلى، الدولار سعره يزيد، البنزين يعلى. هل فعلا في علاقة مباشرة بين الدولار والبنزين؟ ايه النسبة الحقيقية بينهم؟ اسعار المحروقات واسعار الطاقة بتتأثر عالميا، بمعنى ان بيحصل حاجتين، في تأثر عالمي نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وما الى ذلك، وفي اثر محلي. الاثر المحلي هو برنامج الاصلاح الاقتصادي. برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 انا اسف، في نوفمبر شهر 11 2016 حصل تحرير لبعض اسعار الطاقه تدريجيا من ضمن خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي. فبدات الدوله المصريه تزود اسعار الطاقه محافظه على خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي عشان تكتمل، وبالتالي تكلفه البنزين والجاز او السولار وكده احد تكاليف النقل الاساسيه. ما فيش حاجه في الدنيا ما بتتنقلش، فبالتالي زياده البنزين زياده السولار بتنعكس على اسعار السلع، اسعار المواصلات والنقل والخدمات وما الى ذلك. وبالتالي فعلا زياده اسعار الطاقه، لو قلنا بقى البنزين او السولار او الغاز او بتؤدي الى ارتفاع اسعار السلع، لان تكلفه النقل تمثل احد عناصر التكلفه الهامه في تكلفه المنتج النهائي. طيب لو الدوله قررت تثبت سعر المحروقات، ده بيكلفها قد ايه؟ بص حاجة، في حاجة اسمها الدعم. الدولة بتدعم، وإلى الآن لا زال الدعم مستمر رغم زيادة سعر اللي هي أسعار الوقود والطاقة. لا زالت الدولة في جزء بتدعمه، لم يتم التحرير حتى الآن بشكل كامل، يعني في جزء مدعوم. الدولة عشان الدعم بيستنزف جزء كبير من الميزانية، وبيوضع في الموازنة المستقبلية أرقام كبيرة جدا، فبتحاول ترشد الاستهلاك برضو، زي ما احنا بنقول الأفراد يرشدوا الاستهلاك، فبتحاول انها تخفف من الدعم وتعيد توجيه الدعم بشكل افضل لمستحقيه. يعني على سبيل المثال دعم السلع الغذائيه اللي هو التموين بيصل لغير مستحقيه احيانا، دعم الغاز بيصل لغير مستحقيه، ولكن في حاجه اسمها الدعم العيني اللي هو اللي انا اتكلمت عنه ده، وفي حاجه اسمها الدعم النقدي، ان انا اعوض اللي هم ذوي الحاجة أو اللي هم ذوي القدرات المالية أو الطبقات الأولى بالرعاية. هنا علشان يبقى في دعم بيتخفض في ما يسمى بتكلفة الطاقة وأسعار الطاقة، بيبدأ الدولة تحرر تدريجيا أسعار البنزين والسولار والغاز، عشان ما ينفعش التحرير يجي مرة واحدة، لازم يجي بشكل تدريجي. لكن بيأثر؟ طبعا بيأثر. طيب بيأثر على ثقة المستثمرين وتصنيف مصر الائتماني لو الدولة ثبتت سعر المحروقات؟ لا حضرتك، يعني ثقة المستثمرين في عوامل أهم
للمستثمر لكي يثق في الدولة من تثبيت سعر المحروقات. ما أنا قلت المستثمر ده في النهاية منتج، هينتج أو هيبيع سلعة أو خدمة، هيكسب التكلفة الزيادة بتنتقل إلى المستهلك الإند يوزر. لكن لا، في حاجة أهم بالنسبة للمستثمر: الاستقرار الاقتصادي والأمني، مفيش إرهاب، حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، فرص استثمارية في الدولة المصرية بيجولها. علشان كده احنا شفنا صفقات كتيرة تمت في الفترة اللي فاتت بعيدا عن رأس الحكمة، صفقات كتير في مجال صناعي وزراعي وما إلى ذلك، ولسه صفقة قطر اللي كان فيها دولة رئيس الوزراء في المؤتمر اللي هناك. لكن اللي أنا أقصد أقوله إن أسعار الطاقة والمحروقات مش ممكن إنها تطفش مستثمر جاي يستثمر في مصر أبدا، لا طبعا. طيب لو اتكلمنا على علاقة سعر الصرف اللي هو الدولار بحاجة زي البورصة، دايما لما الدولار بيغلى بيبقى فيه استثمار أجنبي داخل هنا، ولما بيبدأ سعره يقل بيبدأ الأجانب يسحبوا الاستثمارات اللي حاصلة في البورصة، بس في نفس الوقت ممكن نلاقي ارتفاع في المؤشر زي اللي حاصل دلوقتي. طيب العلاقة دي شكلها عامل ازاي؟ يعني ايه اللي بيحكمها؟ يعني نقرا الموضوع ده ازاي؟ يعني نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتها: سعر الصرف وسعر الفايدة، الاكسشينج ريت والانترست ريت، دول أحد أهم أدوات سياسة اسمها السياسة النقدية، المونيتري بوليسي. الدولة بتستخدمها عشان جذب الاستثمارات أو علاج التضخم، بمعنى السيطرة على التضخم وكبح جماح التضخم. سعر الصرف اللي هو سعر الدولار مقارنة بالجنيه بيبقى في ارتفاع وانخفاض، بدام الارتفاع والانخفاض غير حاد، يعني في حدود معينه، يعني 48 ونص، 47 ونص، ما يبقاش 47 وفجاه يبقى 77. هنا ده في الحيز الامن اللي ما يطفش الاستثمارات، بالعكس استقرار سعر الصرف من محفزات الاستثمار، مش بس الاجنبي والمحلي كمان، لان للاجنبي دخل فلوس وكسب وجه يخرجها، لقى كل مكسبه راح في فرق سعر الصرف لما يرجعها للعمله بتاعت دولته او للدولار. هنا ما بيبقاش مؤثر كبير جدا على الاستثمار في حالة استقراره، ولكن يستخدم سعر الصرف وأيضا سعر الفايدة لجذب استثمارات. بمعنى الدولة دلوقتي لما بتيجي تقترض في قرض ديون خارجية وديون داخلية، الديون الداخلية منها سندات الخزانة أو أذون الخزانة. الفكرة لما بتبقى معدل الفايدة مرتفع بيغري الناس، زي مثلا سعر الفايدة في البنك حضراتكم، ده بيشجع على الادخار. لما يبقى سعر البنك عالي الناس بتحط فلوسها فالتضخم بيقل. ولكن بالنسبه لسعر الصرف، ما دام سعر الصرف في حدود الاستقرار الطبيعيه، ده بيبقى جاذب للاستثمار اذا توفرت باقي العناصر الاساسيه. ينعكس على المواطن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه أو انخفاض الجنيه، بينعكس مرة تانية زي ما حضراتكم اتفضلتم وقلتم على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وحتى الخدمات. يعني تكاليف النقل مثلا، لو أنا هاخد مواصلة واروح أكيد هتزيد مع زيادة أسعار الطاقة وأسعار الدولار أيضا. دكتور، رؤية حضرتك الاقتصادية إيه؟ الوضع الجاي شايفه إزاي؟ بص حضرتك، دايما تفائلوا بالخير تجدوه دايما، وأنا عند حسن ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن المؤشرات بتقول من خلال معطيات ومن خلال تقارير مؤسسات دولية عن أداء الاقتصاد المصري، طالما أن الاقتصاد المصري يتمتع بفضل الله بأمن وأمان واستقرار سياسي وأمني واقتصادي، طالما أن هناك رؤوس أموال عربية وأجنبية تأتي للاستثمار في مصر، لو لم تكن هناك فرص لما أتت هذه الأموال، مش هتيجي مجاملة ولا محاباة. طالما أن هناك تحسن في مؤشرات الاقتصاد، طالما أن هناك أيضا ثقة من المواطن المصري في حكومته ودولته، طالما أن كل المصريين يعملون، كلنا بنشتغل وكلنا بننتج وكلنا بنحب بلدنا، أعتقد أن الفترة القادمة في ظل المعطيات اللي كلنا شايفينها، وآخرها كان افتتاح المتحف المصري الكبير، وشفنا نظرة العالم ونظرة الإبهار من كل دول العالم لينا، لأن مصر دايما ربنا سبحانه وتعالى بيحميها ويحفظها، وننظر حولنا ونرى ماذا يحدث حولنا، هنعرف ان فعلا القادم باذن الله افضل، طالما ان احنا دايما متحدين متماسكين، دايما احنا متفائلين وبنشتغل، لان الاحباط لا يولد الا الاحباط. انا شايف ان شاء الله القادم افضل باذن الله ان شاء الله يا دكتور. ونشجع كل مواطن يسيطر على نفسه ضد جشع التجار يا دكتور. طبعا، صح؟ ونشجع شبابنا يتعلموا كويس. حقيقي التعليم هيفرق كتير طبعا. بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة. الاقتصاد مش أرقام بنسمعها في نشرات الأخبار، الاقتصاد ده إحنا، هو حياتنا اليومية، قراراتنا، أسعارنا، مستقبلنا.
كل ارتفاع في عملة وكل هبوط في مؤشر بيحرك وراه ملايين القصص في السوق وفي البيوت، واللي فاهم دايما بيكون سابق بخطوة، لأن الفهم هو الأساس، هو الأمان. وهنا دورنا الحقيقي إننا نوضح رموز الأرقام ونربطها بحياة الناس، نشرح ببساطة علشان نفهم صح ونوصل للمعلومة بوضوح، لأن الوعي الاقتصادي هو أول طريق للاستقرار. ودلوقتي هنروح لتقرير حول تدشين جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأوعية الدموية والقسطرة المخية، واللي جرت فعاليتها بأكاديمية فاطمة الزهراء للتعليم الطبي والمهني تزامنا مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية. وشهد المؤتمر حضور السيد نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي ورئيس مجلس إدارة الجمعية أستاذ دكتور أحمد البسيوني رئيس وحدة القسطرة المخية بمستشفيات جامعة عين شمس. خليكم دايما متابعين عشان في كل حلقة من وسط الدايرة بنقرب أكتر من الحقيقة. استنونا في حلقة جديدة من وسط الدايرة.